جدعان فرقة فرنسا دي يا جدعان، ايه فرقة فرنسا دي يا جدعان؟ طبعا هارد لك للمنتخب المغربي العظيم. سوء حظ طبعا ان هم يقابلوا فرنسا، يعني الناس عاملين اكتر من اللي عليهم وزيادة. يعني كان في مجموعتهم البرازيل وطلعوا هولندا وطلعوا كندا وحاجة سوء حظ ان هم يقابلوا فرنسا. فرقة فرنسا دي مش عارف في ايه. يعني انت تحس ان العيال العشر لعيبة اللي بيلعبوا زي اللعيبه اللي بتعملها في الفيفا كده على ايدك في البلاي ستيشن. العيال مش طبيعيين والله، حاجه صعبه جدا، فرقه صعبه. الشوط الاول طبعا كان حلو، المغرب صمدت على قد ما تقدر. بونو ده يعني انا مخلص فيه الكلام. بونو ده سدد ضربه جزاء من امبابي ومطلع 3 4 كور حلوين. يعني صمدوا الشوط الاولاني والشوط الاولاني عدى على خير. نزلنا الشوط الثاني بقى، فاهم عينك ما تشوف الا النور بقى، فاهم؟ امبابي جون، ديمبلي كان ناقص، اوليسيه، باتون ساليه، بانيه بقى الدنيا بقى خلاص. يعني ما اعرفش بقى، هو قال لك بقى ايه، انتوا بتصدوا مننا ضربه جزاء، طب تعالوا. وقاموا طبعا يعني حاجه صعبه. فرقه فرنسا فرقه صعبه جدا، فرقه صعبه جدا جدا جدا. انت مش عارف تفكهم ازاي، تخترقهم ازاي، هيعملوا ايه يعني. حاجه لا صعبه طبعا. يعني فرقه المغرب تصعب عليك، يعني فريق بطل برضو. بس التانيين في ايه يا مش كده يا اخوانا. وبعدين حتى يعني لما امبابي خرج تحس ان الفرقه ما اتاثرتش، عادي برضه. وفي واد نزلوه كده تقريبا اسمه ماتيدا، غريب برضه، عامل زي لوكاكو كده، بيجري يزق الناس وياكل، فظيع. مش لا الفرقه فرقه مرعبه. هارد لك للمنتخب المغربي. وكنت بشجعك والله من كل قلبي، وكان في ناس حوالينا كتير بتشجع المنتخب المغربي. هارد لك. بونو حبيبي، حتى الاجوان حاول عليها، بس معلش. خليني أحكي خلال 8 سنوات. نعم، النسخة الحالية من المنتخب المغربي فارقة في الأسماء عن النسخة الماضية، ولكن في أرضية الملعب إذا قارنا المباراتين فالمنتخب المغربي قدم واحدة من أسوأ مبارياته اليوم أمام فرنسا، وخسر أمام ردة فعل سيئة. بينما المنتخب المغربي في 2022 أمام فرنسا قدم مباراة مرعبة. لاعب فرنسا الند كان قريب جدا من التأهل. نعم، ضغط على فرنسا وقدم مباراة كبيرة، ولكن ما بعرف، يمكن الفارق ليس جيلين بين المغرب، ولكن بال 22 كان المهاجم جيرو، كان جريزمان، حاليا اوليسيه، مبابي، ديمبلي. يمكن فرنسا تطورت اكثر، ولكن ما بعرف، انا عندي احساس انه الجيل المغربي الحالي لم يقدم مونديال قوي مثل الجيل الماضي، رغم انه اسلوب اللعب في هذا المونديال عجبني اكثر من المونديال الماضي. وكيف مشوا الاخوان كانوا بالله حاجه برك انا ما فهمتهاش. المنتخب المغربي من الدقيقه الاولى شد ديفونس، معناها شنو على شنو معمل معناها؟ ليه راك مصنف السابع عالميا صاحبي، تهبط كونتر فرنسا الانجلتير كيما كانت. وينك الجرينتك الروح القتاليه ما ريناش غايب نهائيا اليوم سور تيران. فماش لا جرينتا لا جرحى لا حتى شيء، ديفونس وكاو باركين. هذا واحد. اثنين خويا جوارات في اخر الماتش خارجين حتى بالكذب هكا، وريونا انتم متاثرين، هبطوا دمعه. راك السابع عالميا صاحبي، راك ما عادش كلاسي مع الاخرين. راك معناها صاحبي راك سفير الكرة الافريقيه والعربيه، فهمت، في العالم جم. ما فهمتش انا، هذوما معناها زوز اسئله قاعدون. ابارسا تحيه لبونو خويا. بونو مش رجل المباراة، سور السين العظيم اليوم، يعطيه الصحة والله. وما يستاهلش يلعب مع هذوما بتاع اليوم، والله ما يستاهل يلعب معاهم. لي شونجمون خويا ما فهمتهمش انا، معناها علاش في الوقت هذاك، وشكون دخل وشكون خرج. ان شاء الله هارد لاك للمغرب، ان شاء الله هذه كبوة حصان وترجعوا ما اقوى ان شاء الله في المستقبل. ان شاء الله من حسن الى احسن، والسلام عليكم. تو معناتها بعد ما كنا نستنوا اللي هذه أصعب مباراة باش تلعبها فرنسا في كأس العالم، تطلع أسهل مباراة تربحها فرنسا في كأس العالم، أسهل حتى من مباراة الباراغواي. قلتوها مباراة الباراغواي الليلة المغرب أسهل من الباراغواي. شنو هذا؟ شنو هي الفضيحة هذه؟ شنو المستوى هذا؟
تو هذا لاعب وهذه المغرب. يا ودي راهو ما عندكش الحق تضرب الوجه هذا، ما عندكش الحق لانك المغرب، ما عندك الحق تضرب المستوى هذا. ودي نعرفوها راهي فرنسا قويه، نعرفوا اللي هو اقوى منتخب في العالم، لكن مش بالطريقه هذه، مش بالفضيحه هذه. تسلم امرك تدخل مستسلم، شنو هذا؟ تعرف مدرب انا نحب نخاطب مدرب المغرب الليله، شنو اللي في مخك؟ اخي انت حبيت تبان اللي انت العبقري اللي موجود في استاد الليله مش تعقبها على الناس الكل. انت دخلت الليله على اساس انك تدرب في البرازيل. انا نقول لك شبيك ايش صار لك الليله، انت دخلت على اساس تدرب في البرازيل باش ندخلوا الاولاد كلموا العبوا بشوي وخليكم مدين ومشيوا جريوا النسق وما تخافوش منهم. المفيد ما نبلعوش بونتو في الشوط الاول. اوكي فرحنا معاك بريمير ميتون بيلانتي ضيعوها. ديزيام ميتون انا قلت برافو ديزيام ميتون هذا سي محمد وهبي ذكي برشا مش يقلبها ديزيام ميتون، مش يقلبها البارتي. يا اخي انت ديزيام ميتون وين مشيت صاحبي؟ انا ديزيام ميتون وين مشى محمد وهبي؟ وين مشيت؟ وين مشى المنتخب المغربي؟ وهالتغييرات اللي في التشكيله تعمل فيها ليش؟ انا على الاقل كنت كنتفرج على الماتش نشيخ بمزراوي على اليسار يا خويا نشيخ بيها كمزراوي، تحط لي في اللاكس ليه تعطل المزراوي ولا وديوب الليله ما نجموش يخدموا مع بعضهم في اللاكس، عطلوا بعضهم في اللاكس وزوز بونتو جاو من اللاكس، زوز بونتو تمركوا بامبي مركاها من الوسط وديمبيلي مركاها من الوسط في غلطه من مزراوي ومن السنغالي المغربي السنغالي ولا شكون هذا ديوب ولا شو اسمه. يعجبك شي تو؟ هذه راهي مباراة فضيحة، راهي فضيحة كبرى الليلة للمنتخب المغربي. في بالكم العالم يستنى في مباراة الليلة ولا؟ اللي حكيت معاهم الكل اليوم يسألوا فيا شنو زعما المباراة الليلة؟ ما طالياني على البانيزي على العالم الكل، شنو المباراة الليلة؟ شنو الليلة؟ نقول لهم 50-50 ندز في راسي انا نقول لهم 50-50 الليلة راهي 50-50 راهي المغرب الليلة مش تعطي كل ما عندها، راهي مش تبان بوجهها الحقيقي. الا كان هذا الوجه الحقيقي للمغرب والله خايف عليكم من تعملوا انعطاف من المباراة هذه ترجعوا كما كنا في 2017 2016. شنو الحكايه هذه؟ اقسم بالله ديزيام ميتون ذكرت الجزائر وتونس، تذكرت المنتخب الجزائري ومنتخب تونس. سبحان الله انا كي ترجع لي التصوير هذيك نحس عاد سيء والله، نحس باخيب احساس الاستسلام هكا مع لا حول ولا قوه. والله تلك حدود الله، من فضيحه ومن ماتش ومن حاله، والله فضيحه بأتم معنى الكلمه بصراحه، فضيحه. على الاقل مصر اعطت كل ما عندها البارح، اعطت كل ما عندها. واسمعني واحد يجي يقول لي حكم ولا ماتش مبيوع، مصر البارح نفلق لك انا الدنيا، مصر خسرت البارح بغباء من المدرب نتاعها ما عرفش كيفاش كمل المباراه، والمغرب خسرت الليله على خاطر المدرب نتاعهم بهيم اصل، انسان مسطك ما عرفش كيفاش تصرف مباراه وغامر بالمنتخب المغربي وغامر بكل شيء الليله، كل شيء دار فضيحه بأتم معنى الكلمه، غباء لا مثيل له يا سي محمد وهبي. انا مانيش مسامحك على الوقت اللي ضيعته والدنيا واستنيت الماتش هذايا وكذا. يعني انتهى كاس العالم بالنسبه لي انا، تربحوا فرنسا ولا تربحوا المفيد ان شاء الله الارجنتين ما تربحوش، هذاك هو. السلام عليكم. ايه يا